شباب يا أخي شكون مدرب إيطوال جديد؟ هذا موضوعنا اليوم. الحلقة اليوم كالعادة بتنساش اللايك والفولو باش نحكيو. الأيامات الأخيرة سمعت برشا حديث قاعد يتقال على المدرب بالنسبة للرجال الساحلي الجديد، قاعد حديث يتواصل على عماد بن يونس، عبد الرزاق الشابي، نصر الدين النابي، وكذلك ثم اسم مطروح أجنبي اللي هو المدرب بالدرجة السابقة ريجيم كاب. والله المفروض أني معناتها ملي جا صبر بن فرج تهنيت، معناتها ممكن يكون معناتها مدرب أجنبي كما يكون مدرب تونسي. أني متهني على مدرب بالنسبة لي السهلي، خاطر صبر بن فرج غير على المريول ولعب على المريول في إيطوال، ولعب دور كبير في تتويج النجم الساحلي بدوري أبطال في إفريقيا. نتصور معناتها باش ينجح في منصب المدرب، المدير الرياضي صابر بن فرج، وعلى المدرب اللي باش يجي. نتصور كمدرب حسب رأيي أني نتصور نجيبو مدرب تونسي يعرف البطولة التونسية ولاعب البرة في الأفريق، هذا باش ينجح معنا في كأس الكونفدرالية الإفريقية وفي البطولة التونسية وفي كأس تونس إن شاء الله ربي معنا. تنساوش اللايك والفولو باش نوصلوا 250 فولو على قريب إن شاء الله.